العركه اللي حصلت كده باختصار، زيزو ما سلمش على هشام نصر وهو بيستلم الجايزه في كاس السوبر. هشام نصر ده يبقى نائب رئيس الزمالك، اتحزق حزقتين واتخنق خنقتين وطلع لك بتصريحين ان زيزو لازم يتعاقب علشان هو ما التزمش بالبروتوكول، مع ان هشام نصر نفسه سنة 2021 اتوقف لمدة سنة علشان نفس السبب، والمفروض ان هو اكتر واحد ما يقولش الكلام ده، بس ما علينا. بعد ما اتحزق واتعصب وطلع في كل السوشيال ميديا وطلع في كل البرامج لازم زيزو يتعاقب على ويتحول للجنة الانضباط علشان خاطر ما سلمش عليا، راح الزمالك قدم شكوى في اتحاد الكورة ضد احمد السيد زيزو وقال ان هو لازم يتعاقب علشان خاطر اللي عمله دانوتي. الاهلي بقى يسكت؟ ابدا. اما النادي الاهلي يقدم شكوى في نادي الزمالك في نفس ذات اتحاد الكوره المصري علشان خاطر الشغب الجماهيري عشان خاطر الشغب الجماهيري اللي عمله جمهور الزمالك في ماتش السوبر. اتحاد الكوره النهارده نزل العقوبات كانت ايه بقى؟ تغريم نادي الزمالك 100,000 جنيه علشان اعمال الشغب اللي عملوها جمهور نادي الزمالك في السوبر ضد النادي الاهلي. تغريم نادي الزمالك 100,000 جنيه تانيين علشان اعمال الشغب اللي اتعملت من جماهير نادي الزمالك في ماتش بيراميدز في السوبر. كده بسم الله الرحمن الرحيم نادي الزمالك 200,000 جنيه. تغريم اخوان بزيرة 50,000 جنيه عشان عدم التزامه باللوائح البروتوكول. تغريم النادي الاهلي 100,000 جنيه علشان خاطر اعمال الشغب في جمهوره في السوبر. تغريم احمد السيد زيزو 50,000 جنيه علشان خاطر ما التزمش بالبروتوكول. يعني النادي الاهلي 100,000 جنيه، نادي الزمالك 200,000 جنيه، وهو اللي ابتدى من الاول وقال انا عايز احول زيزو للجنه الانضباط. اما اتغرم 200,000 جنيه. يعني هو الزمالك ناقص بجد والله العظيم، هو الزمالك ناقص ده ال 200,000 جنيه دول لو كان كرمشهم لاي لعيب من اللعيبه اللي كان موجوده في ماتش سوبر مع الاهلي كان زمانه جاب له جون ولا جونين وكانوا خدوا السوبر. يا ابني هم معاهم يا ابني، وانتوا احسن، التانيين احسن. هو اي حد يجي يقول كلمتين كده تسخنوا؟ اهو ادي السلام بتاع هشام نصر غرم نادي الزمالك 200,000 جنيه. مش اي حد كده يقول اي حاجه نروح نجري وراه. ويعني يا عم لما جيت تسلم عليه وما سلمش عليك يعني عادي، على السلام لله يعني. بعدين انت اصلا من الاساس ما سلمتش عليه ولا مديت ايدك، انت حطيت ايدك جنبك ورجعت خطوتين لورا. كنت عامل سيناريو في دماغك راح هو بهدل لك السيناريو اللي في دماغك، وهو ده اللي انت متضايق منه. انه بدل ما يبان ان انت لما سلمتش عليه ومش عايز تسلم عليه، هو اللي باين ان انت اللي مش عايز تسلم عليه. اخ من كنتوا ونادي الزمالك بالله عليك ولم الموضوع، لموا المواضيع كده. مش اي حد يقول لكم على اي حاجه تروحوا جاريين وراه. انتوا مش ناقصين بلاوي ولا ناقصين قواضي، ده انت عليكم هم ما يتلم. وده اخر الكلام. سلام.